السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده وصفتنا اللي هو مناقيش الزعتر. الوصفة دي يعني اعتقد ان هي من سوريا، لان كل ما بشوفها اصلا على اليوتيوب او اي آه، منصة بشوف السوريين دايما اللي بيعملوها، لكن اصلها هل من سوريا ولا لا بصراحة معرفش، بس انا جربتها وبجد خطيرة خطيرة خطيرة، طعمها تحفة جدا. تعالوا مع بعض نشوف العجينة عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق نخلطهم كويس جدا، حطيت عليها رشة من الملح، معلقتين من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة فورية، نص معلقة من البيكنج باودر، وكمان مع مقدار معلقة من الزعتر اللي هو الخشن مش الناعم، الزعتر اللي بتحط في قلب العجينة. تمام، عجنتها بقى وسبتها كده لحد ما اختمرت. حطيت طبعا عليها معلقة خل وعجنتها بزيت الزيتون مش بزيت نباتي. لو عندك زيت زيتون اعجنيها بزيت الزيتون، بيبقى طعمها تحفة وريحتها اجمل، وبتبقى ملمسها وقوامها احلى واجمل من الزيت النباتي على فكرة. المهم عملتها وعجنتها وسبتها تختمر. بتعجني بلبن او زبادي او رايب او مية المتاح عندك. عجنتها زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت وسبتها اختمرت. بعد كده قطعتها اقراص، ممكن تضغطي عليها بالكوبايه زي ما انا بقولكوا كده، وممكن تفرديها وبعد كده بتقرصيها من الجناب عشان تعمل شكل المناقيش ديت، وبتحطي عليها دقة الزعتر. بتجيبي دقة الزعتر كده من اي عطار وبتضيفي لها زيت زيتون وبتقلبيها مع بعض. بتبقى مملحه يا جماعه، ما بتبقاش مسكره ولا هي مفيهاش طعم، بتبقى مملحه، بتبقى حاجه مالحه. وبحطها على وش العجينه كده وبدخلها الفرن على درجه حراره 200، بتستوي وتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. يعني بتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه، طعمها تحفه تحفه تحفه. جربوها تعجبكم جدا. باي باي.